يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يسر إخوانكم في مؤسسة شذرات العلم أن يقدموا لكم شرح كتاب الشرك ومظاهره للشيخ أبي عبد الله سالم مريد حفظه الله تعالى، سائلين من الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. وهذا هو التوحيد، هذه دعوة التوحيد. ترون المؤلف رحمه الله أول ما طرقه من مسائل الكتاب التوحيد، وهذه في الحقيقة أيها الإخوة علامة على أن العالم هو على طريقة أهل السنة، لا تفارق ألسنتهم دعوة التوحيد. قال رحمه الله: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه. والتوحيد قلت على كل حال لغة لا بد نحن كذلك أن نفصل فيه بعض التفصيل. التوحيد الذي ربما كلمة نسمعها وتتكرر وكذا وكذا، ينبغي كذلك الواحد أنه كل مرة يأخذ من هذه طرف من الكلام الصحيح لعله يصحح مفهومه، لأن التوحيد كذلك يعني عارضت له بعض المفاهيم التي شوشت على الناس. التوحيد قلت لغة أي في اللغة العربية، إن أراد أن يبحث عنه فهو كأي كلمة، طبعا نبحث عن مصدرها، من أين اشتقاقها، من أين تتكون مادتها إلى آخره. مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا. والمقصود هنا من كلمة التفعيل المصدر التوحيد نسبة كالتصديق وليس للجعل، بمعنى وحدت الله عز وجل نسبته إلى الوحدانية، ليس معنى جعلته واحد، لأن وحدانية الله عز وجل الأمر ذاتي، هو تبارك وتعالى واحدا في ذاته في صفاته، لا معبود معه تبارك وتعالى. كما أنه سوف يأتي التوحيد الذي هو فعل مكلف أن يوحد الله عز وجل بأفعاله. وأما المعنى الشرعي لكلمة التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذات وصفات وأفعال. هذا واحد من التعريف على كل حال، وإلا فالعلماء عبارات متنوعة تصب في مصب واحد. قلت التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال. ذكره كذلك السفاريني في لوامع الأنهار البهية سهل منظومتها. بل بعض العلماء عرف التوحيد ببيان أقسامه، بسطه، قال التوحيد مباشرة أقسامه كذا كذا كذا. نعم، وأيضا صالح. نعم، وبأقسامه قلت: وسواء قسمه التقسيم الثلاثي، التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهذا كذلك هو الشائع والأكثر. نعم، نعرفه. نعم، التوحيد توحيد الله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى، يكون في الربوبية أي توحيد الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى، وهو الاعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق وحده، هو المالك، هو المدبر والمحيي إلى آخر ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. أو نقول هو الخالق، هو المالك، هو المحيي، وسائر أفعاله التي طبعا تتفرع عن هذه الأفعال. هذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية. أيها الإخوة، هذا التقسيم ربما بعضنا قد يقول كثير ما سمعنا، نعم، ولكن مع ذلك يأمل أنه لعله يجد كلمة أكثر تعبيرا عن ما كان قد سمعه من قبل. والذي لأول مرة يسمع بهذا التقسيم يهتم كذلك باستيعابه
لأنه من هنا كذلك وقع بيننا وبين المخالفين بمختلف أصنافهم الافتراق. الأشاعرة وجميع المتكلمين والماتريدية والفلاسفة والمعتزلة كلهم يخالفوننا في هذا التقسيم، كلهم، بل بعضهم يشغب ويقول هذا التقسيم من أين أتيتم به؟ من أين جئتم به؟ نعم. نحن نقول هذا التقسيم ثابت بالاستقراء. الاستقراء بمعنى الإنسان الذي عنده علم يتتبع. إذا قلت بالاستقراء، الاستقراء عملية أو طريقة علمية يستعملها العلماء في الوصول إلى ما يصلون إليه من المسائل. نعم. الاستقراء بمعنى أن العالم الذي عنده إلمام أو شبه إلمام بنصوص الوحي يجد أن الكلام في التوحيد لا يخلو من أن يكون إما في بيان ما لله عز وجل من صفات الكمال، وأنه تبارك وتعالى المتوحد بأفعال الربوبية، خلق ورزق وإحياء وكذا وكذا، هذا يجعله كأنه خانة وقسم مستقل. ثم قد يكون الكلام في بيان حق الله عز وجل، وأن العباد يفردوه سبحانه وتعالى بأفعالهم، هذا يسمى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وإما أن يكون الكلام في صفات الله عز وجل فهو توحيد الأسماء والصفات. لذلك قلت هذا التقسيم مهم جدا. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من جهله سوف يجهل معنى التوحيد، معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل. فمثلا توحيد الربوبية، معنى توحيد الربوبية معنى أن يقول من يقول نعم ولو كان مشركا، يقول لك أنا أعتقد أن الله خالق رازق محيي مميت إلى آخر ذلك، ويظن بأن عندما يقر بهذا ويعتقده أنه صار به مسلما موحدا ويكفيه. وهذا موجود حتى في بعض المسلمين اليوم. في بعض المسلمين اليوم هكذا حاله. ربما إذا أنكرت عليه يا فلان، وربما قد يكون أبوك وقد يكون أمك وقد تكون خالتك أو عمتك أو جار لك أو صاحب أو إلى آخر ذلك، أخبرك قال لك ود فلان أنا بالأمس أنا كنت في زيارة مذبح الجاس، ماذا يقول له غيره؟ يقول لا قبل الزيارة وإحنا العام حربنا منها وما نعرف واش كاين كاع، رانا ماش مقبولين ونحو ذلك من سلسلة الكلام التي سوف وأما أنت تقول له لا هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا شرك بالله عز وجل، أنك تمشي تدعو الأولياء والصالحين وتنذر لهم وربما تذبح ونحو ذلك. يقول لك ربما وهو كأنه يريد أن يبرر فعله هذا، يقول لك ودي احنا معنا نعتقد أنه ينفع ويضر، نعتقد النافع والضار هو الله عز وجل. فإذا لم يكن عندك هذا الفقه في التوحيد فأنت يعني تقول خلاص ما شاء الله مالك مليح راك موحد، لا تتوقف معهم، لا أبدا، بل تقول له هذا الذي تقر به أنت بلسانك من الاعتقاد. الله تبارك وتعالى أخبر عن المشركين أنهم يعتقدون، الله عز وجل خبر عن المشركين بأنهم يعتقدونه. نعم. وأما أنت تقول بلسانك لا، ما ندري، ممكن هذا الذي تقول أنت كاذب فيه، لكن المشركين الله عز وجل أخبر عنهم وهو أعلم بما في صدورهم. قال عز وجل ولئن سألتهم، والخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم أي سألت هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إذن وحدوه
تبارك وتعالى في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم هم أنفسهم ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل فلا تتقون. إذن لذلك قلت أن من يكتفي بهذا القسم من التوحيد ويظن أنه يكفيه فهو مخطئ بعيد عن الجادة، لا يكفيه، بل هذا التوحيد حجة عليه حتى يعتقد أو حتى يقر ويعمل بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد، توحيد العبادة. توحيد العبادة، ومعنى توحيد العبادة هو لا إله إلا الله. توحيد العبادة هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تلتزم بها عمليا أن لا تصرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ما تجد رسول من الرسل، واقرأوا القرآن الكريم كله، رسول يقول القوم اعتقدوا بأن الله خالقكم ورزقكم هو ربكم هو اللي يحييكم. ما كانوا هم يعتقدون كذلك المشركون، ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تنفع أو تضر أو تحيي، هم يعتقدون بأنها أصنام جامدة يقدسونها ويعظمونها ويخافونها ويرجونها ويؤملونها، ولكن لا يعتقدون أنها تنفع أو تضر. بل كما تقدم لنا في كتاب السابق أن المشركين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ما نعبدهم أي هذه الأحجار والأشجار والأولياء والأنبياء والصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذه عقيدتهم فيه. ما كان يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون أبدا، بل في بعض أحوالهم ذكر القرآن الكريم أنهم يوحدون الله حتى في العبادة، كما قال عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا الكلام أيها الإخوة انتبهوا جدا في المشركين، ولكن الله عز وجل لا يقبل هذا الدين. هذا الدين الذي أنت توحد الله عز وجل في الضراء وتشرك به في السراء، أو توحده في الربوبية وتشرك به في الألوهية، هذا ليس دين الإسلام. إذن قلنا هذا التوحيد القسم الأول توحيد الربوبية، هذا الثاني القسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وربما يسميه بعض العلماء توحيد القصد والطلب أو سماه توحيد العملي. إنما هو أيها الإخوة اختلاف عبارة فقط، اختلاف العبارة فقط، والمعنى واحد. والمقصود قلت بهذا التوحيد وهو التوحيد الذي إذا أطلقت كلمة التوحيد المقصود بهذا القسم الذي كل من وحد الله عز وجل في الربوبية يستلزم أنه يوحده في الألوهية. كيف أنت تعتقد الله خالق مالك مدبر محيي وميت ثم أنت تعبد غيره، تخاف غيره وترجو غيره وتتوكل على غيره؟ لا، هذا في الحقيقة عقلك فيه خلل، أو أنت لا تدري ماذا تفعل. بينما توحيد الألوهية من وجدناه يوحد الله عز وجل نعلم يقينا بأنه موحد الله عز وجل في الربوبية. ثم قسم ثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. ليكتب من يكتب. كثير من إخواننا ممكن جدا هو الآن متكئ على وسادة، ولربما كذلك يمشي ويذهب وأمامه
ما أمامه من الأشياء الشاغلة. لا أقول أيها الإخوة كان ربما هذا المجلس يكون ونحن مجتمعين جميعا، نعم، ونراقب جميع ما ينبغي أن يكون على المجلس من أحوال الجلوس، نعم، فلنكن نحن كذلك مع المجلس أيها الإخوة على حالة قريبة من تلك، نعم، لولا هذا نعم الذي حل بالناس اليوم هو الذي منعنا من أن نلتقي على هذه الصورة. ولذلك فنحن متى ما أتيحت الفرصة إن شاء الله لعلنا نكتب الكتاب، نعم، على هذه الصورة. أقول لا بد الواحد أن يكون بالإضافة إلى أن الكتاب بين يديه عنده كذلك كراس وقلمه يسجل عنوان الكتاب ويدون كذلك حتى التاريخ، نعم، وما يحصله من الفوائد، بل ربما حتى تمر عليه الفوائد التي يعرفها ويدونها من أجل فقط أنه يكون على صلة بالعلم. وبعض إخواننا، نعم، والحمد لله رب العالمين، كثير من هذه الفوائد التي أسوقها الآن هي محصلة لهم، إنما هم يذاكرون فقط ويثيرون المعلومات التي كادت ربما أن تتلاشى، نعم، يثيرون هذه الطريقة وهذه النوع من المجالس، نعم. إذن أقول أن القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. ما معنى هذا التوحيد؟ توحيد، نعم، توحيد ننفصل به عن جميع من يخالف أهل السنة والجماعة من المعطلة نفاة الصفات، ومن المؤولة، ومن الذين يثبتون بعض الصفات، ومن الذين يصفون الله عز وجل بصفة واحدة فقط، إلى آخر ذلك من الصنوف الضلال. وربنا عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله، له تبارك وتعالى اسمه، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الغني الحميد، الرحمن الرحيم الولي الحميد العزيز الحكيم الغفور الرحيم الكبير المتعال. هذا كله تجدونه في كتاب الله عز وجل مبثوث. أسماء وصفات جاءت في القرآن الكريم، وبعضها جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك وحي نثبتها جميعا، ما ورد منها في الكتاب وما ورد في السنة، نثبتها بمعنى نعتقد أن الله عز وجل موصوفا بها، ولا نتحاشى شيئا، ونحذر أن يسبق إلى أذهاننا بعض القواعد التي تمنعنا من الإثبات. نؤمن أن الله عز وجل موصوف بكل صفاته، لا نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نحرف. ولنا إن شاء الله لعله، نعم، موضع آخر سوف نزيد هذا تفصيلا. هذه عقيدة السنة والجماعة هذا الباب، يثبتون لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته، جميع، كريم، رحيم، عظيم، علي، غفور، وكذلك الصفات التي ثبتت له في السنة سبحانه وتعالى، نعم، ككونه تبارك ينزل من السماء الدنيا كل ليلة، وأنه مستو على عرشه، وعلي فوق جميع خلقه، وأنه يأتي، وأنه يجي، وأنه يضحك، وأن له يدان، وأن له عينين، إلى آخر ذلك من صفاته عز وجل. نعم، لا نتحاشى شيئا من ذلك، والحمد لله هناك قواعد يضبط بها الواحد منا كلامه في هذا الباب حتى لا يكون بعيدا عن الصواب. إذن والحمد لله هذه أقسام التوحيد الثلاثة، أعيد ذكرها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ينبغي الواحد أن يذاكرها مع أهله ويمتحنهم ويطرح عليهم السؤال تلو السؤال حتى تترسخ هذه المعلومة، حتى تترسخ، نعم، في الذهن
وتكون والحمد لله يعني الشخص إذا سئلها حاضرة. بل وكذلك يعني قلت كما مثلنا سابقا أن الشخص الذي قد تجده ممكن يعني في توحيده على الطريقة التي ربما رأيناها عند أكثر الناس لا يفصل في معلومات هذا التفصيل، بل ربما تسمع بعض الفقهاء تقول له أنت لا تتكلم في التوحيد، أقول لك التوحيد صعب، التوحيد موضوعه خطير وصعب ولا نتكلم فيه. هذا موجود بعض الفقهاء. تعرف لماذا يقول لك التوحيد صعب؟ لأن التوحيد بطريقته هو التوحيد الذي صاحبه سوف يكون خائضا يخوض، فإذا كان يخوض قل له صح أمسك. نعم، بمعنى وأنت تقول التوحيد صعب على طريقتكم، وإما على طريقة أهل السنة فسهل. بل أيها الإخوة الكلام في التوحيد أشرف من الكلام في سجود السهو، وتفصيل الكلام في صور وحالات لا تكاد تقع. الكلام في التوحيد وتفصيله نعم، بل والصور التي ربما بعيدة يستحضر الإنسان ويذكرها. التوحيد الكلام فيه نعم، الكلام فيه قلت يعني أشرف من الكلام في غيره من المسائل الفقهية لما كان يتعلق بحق الله عز وجل. إذن التوحيد هو حق الله عز وجل على العباد، كما في حديث معاذ بن جبل في صحيح البخاري قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه أو أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم، إذن أيها الإخوة أنا تكلمت بصفة عامة على التوحيد عند أهل السنة. نعم، وأما غيرهم مثلا الأشاعرة يقول الشهرستاني في تعريفه لتوحيد الأشاعرة قال في الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. نعم، هذا هو تعريف التوحيد عنده. وإذا قلت في التوحيد إذا تكلموا يتكلمون في مثل ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل وعلى طريقة المتكلمين كذلك، ويدخلون في نعم كما قال ابن عاشر لو لم يجب وصف الغنى لو افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأى. تقول لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان ايش معنى لو نعم، لو لم يجب وصف الغنى لو افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي في التالي أي الإخوة هذا كلام المنطق الذي هو وليد الفلسفة سليله نتاج من إنتاجاتها. ما بالنا بالمنطق؟ نحن مسلمون، نحن كلامنا ينبغي أن يكون مستنده القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتالي في الست القضايا هذا كلمة القضايا لا تجدونها إلا عند المنطق، القضايا الحملية والقضايا الشرطية وما إلى ذلك، والمنطق الصوري قطعا مقدم إلى المماثل. هذا قلت كلام من أراد أن يقف عليه يجد في ابن عاشر في أوله قال نعم باب أم العقائد، باب أم العقائد ومن طوت عليه من القواعد، باب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. وأخذ يفصل في العقيدة في التوحيد على طريقة الأشاعرة، وهي طريقة يعني أي مسلم ولو كان من عامة المسلمين يجد أن نفسه تمجه، يعني تعافه.
طريقة الذي لم يأتي بها القرآن الكريم ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الشخص لا بد أن يكون قد تعلم شيء من المنطق حتى يتمكن، بل رأينا كثير منهم لا يعرفون وإنما يردد فقط كلاما لغيرهما. معليش، إذن أعود إلى الكتاب. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن مثل الشرك من التوحيد كمثل الليل من النهار. إذن هذه نسبة الشرك من التوحيد كنسبة الليل من النهار. الليل طبعا مظلم، والعمى من الإبصار، بمعنى هذا تمثيل. قلت المراد به دائما التمثيل إنما هو تقريب المعاني التي ربما إذا كانت تجريدية يقربها حتى تكون محسوسة. مثل الشرك بالليل، الليل من لا يعرف الليل. ومثل التوحيد بالنهار، نعم، والعمى من الأبصار. يعرض للأمم. تبي جيدا، عبارات للمؤلف رحمه الله دقيقة. وكذلك حتى التهذيب أقول من باب التنبيه لإخوان أن التهذيب تارة يقوم به من هو أهل له، لأنه عمل كبير جدا. صاحبه أحيانا يضطر إلى التصرف في العبارة، وأحيانا ربما من غير علم يترك ما هو ضروري، وربما كذلك يتكلم أو يعني يذكر ما يعني يمكن الاستغناء عنه. ولذلك من لم يكن أهلا له فقد يكون التهذيب تماما تخريبا، مرادف له تهذيب تخريب. ونحن والحمد لله نعرف الشيخ سعد الحسين، نعم، أنه عالم ليس له هذا التهذيب وحده، له تهذيبات لكتب أخرى، نعم، قام بها أحسن قيام، وعانى هذا العمل معاناة، نعم، لما في هذا الباب الذي هو التوحيد. قال رحمه الله: وأن مثل الشرك من التوحيد كمثل الليل من النهار، والعمى من الإبصار. يعرض للأمم الموحدة يعرض لها الشرك. انتبهوا جيدا، قلت يعرض من العروض. أين العروض هو ما يأتي ويزول. كما لو قلنا مثلا الآن يعني يظهر أنه السحاب هو الذي يكسو هذا الجو، لكن عارض. الأكثر في أيامنا أن الشمس تطلع بيضاء نقية صافية، نعم، إلى آخره. ولكن أحيانا نعم نرى يعني المزن والسحب وربما شيء من القطر ونحو ذلك، فنقول هذا عارض. إذا كان يوم أو يومين أو ثلاثة فسوف تعود الأيام إلى عادتها. فالشرك الأصل أنه عارض، الأصل أن الأمم موحدة لله عز وجل بفطرتها، نعم. إذن الشرك عارض بمعنى أنه مما يأتي ويزول. قالت: كما يعرض الظلام للضياء ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام. كما أن الأسقام أي الأمراض تعرض للجسم. الأصل الجسم أنه متمتع بصحته وعافيته. الأكثر في الناس أنهم الحمد لله يترددون بين أماكن أعمالهم وبين بيوتهم وأشغالهم، وقليل منهم الآن في المستشفى مرضى أو في بيوتهم مرضى كذلك. أكثر الناس يتمتعون بعافيتهم وبصحتهم والحمد لله. نعم. إذن هكذا كذلك الشرك عارض، وقد يكون عروضه يستمر مدة زمنية طويلة. قال: غير أن الظلام، هذه الفروق التي بين الظلام والإبصار وبين الليل والنهار.
قال غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة الأجسام، أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء العباد. نعم، إذا كان النوم الليل متى ما رأينا الظلام، نعم، يعني الظلام أرخى سدوله علينا، مباشرة الإنسان يعني يركن إلى النوم ويتداعى النوم إليه. نعم، بخلاف النهار المضيء، الله عز وجل جعل النهار معاشا وقال عز وجل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، سنته تبارك وتعالى. إذن هذه فروق بين الشرك يغرق البصيرة. وذلك أيها الإخوة توقعوا أن كل من تجده متلبس بشيء من الشرك حتى ترى أن عقله نقص، وما إذا وجدته مشركا فاعلم بأن عقله انطمس عليه. وهكذا تجد أي إنسان تلبس بالشرك تجد نقاشه حتى أهل العقول ربما يحارون فيه في اختياره وماذا يفعل. نعم، قال وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد يكون بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة إليهما وبهما. وهذه كذلك إفادة عظيمة أيها الإخوة، انتبهوا جيدا. علوم الكتاب والسنة عندما اختفت وتناساها الناس وابتعدوا عنها دب إليهم الشرك. لا يقاوم الشرك شيء كالكتاب والسنة. وأما الناس عندما يصير إليهم التقليد وتقليد العلماء وتقليد الفقهاء ويهجرون الكتاب والسنة سوف يسارع إليهم الشرك. نعم، هذا بالنسبة لهذه الأمة وبالنسبة كذلك للأمم قبلها. نعم، أيضا. والشرك شرعا هو كما تقدم دعوة غير الله مع الله أو عبادة غير الله مع الله. صرف العبادة لغير الله هو الشرك. وقد يكون الشرك في الربوبية أيها الإخوة بأقسام التوحيد. قد يكون الشرك في الربوبية، من الإنسان يعتقد أن هناك خالق مع الله أو رازق أو محيي أو مميت. لا يبعد على كل حال أن يكون هناك من الناس من يقول هذا، وإن كان قليل في الأمم. والأكثر أن الناس يشركون بالله عز وجل في الألوهية في العبادة، بمعنى يدعون مع الله آلهة أخرى، ينظرون لها، يذبحون لها، يخافونها، يرجونها، يتوكلون عليها إلى آخره. ثم قال رحمه الله عنوان كذلك أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة. وأرى أن هذا العنوان نتركه للحصة ونتوقف عند هذا. وسبحانك